ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبد الله ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم أما بعد فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان أرسل رسل وشرع الشرائع وأنزل الكتب لإصلاح الإنسان وإصلاح الوجدان وإصلاح بني الأكوان وقال إمام علي رضي الله عنه لا يصلح ولا يستقيم المجتمع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ويقول الله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم